عادة ما يختلف الناس للأسف الشديد، وأنا أقولها بحرقة وألم. يعني ما كنا بحاجة إلى هذه الأشياء في مساجدنا في اليمن، أن يختلف الناس مثلا على صلاة التراويح أو قيام الليل أو نحو ذلك. إخواني، لو أن الناس التزموا شرع الله ما كانوا بحاجة إلى هذا. ولكن أنا أقول للجميع: لستم بحاجة إلى أن تختلفوا، لستم بحاجة إلى أن تقيموا نزاعاتكم وخصوماتكم في المساجد. من أراد أن يصلي مثلا صلاة التراويح فليصلي، ونسأل الله له القبول، نسأل الله له القبول. ومن لم يرد فلا حرج عليه وليست بواجبة. لكن الذين يصلون في المسجد أو الذين لا يصلون فاتهم الأجر الكبير العظيم عند الله سبحانه وتعالى بأن يقيموا هذه الصلوات النوافل في بيوتهم، لأنه ورد بخصوص صلاة التراويح هذه، والتي كان هذا الحديث مستندا لها عند من يستند بها ويصليها، حديث زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه أن النبي كان يصلي فصلى بصلاته أناس في المسجد، فلما علم النبي أنهم يصلون بصلاته بقي في بيته فلم يخرج، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا الباب بالحصى في إعلانهم له بأنهم على أهبة الاستعداد لصلاة ما يسمى الآن بالتراويح. ما كانت تسمى صلاة التراويح، ولكن هذا أصل الحديث وأسه، هذه أصل الحادثة وأساسها. دقوا باب النبي، رجموه بالحصى، فنحنحوا، رفعوا أصواتهم، لأن باب النبي كان مشرعا إلى المسجد مباشرة، تماما كالباب هذا إلى المسجد مباشرة. ففتح النبي الباب وهو مغضب وقال: إني أو ليس بخاف علي ما عملتم، كما جاء في معنى الحديث، وإني خشيت أن تفرض عليكم فاتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما ورد في الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نص الحديث عليكم أن تحفظوه جميعا يا كل من يسمع وكل من يفهم: عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هكذا ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، يعني النوافل، فخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة من النوافل؟ لأن فيها الإصرار والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولأن فيها إخلاص العمل لله جل وعلا. فلذلك يسن في النوافل الإسرار، ويسن في الفرائض الإشهار والإعلان. هكذا الذي فهم من كتب الحديث ومن شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان فريضة على الناس أن يعلنوه، لأنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما كان نافلة حبذا لو كان سرا. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وعبر عن أن الإصرار في النوافل صدقة كان هذه النافلة أو صلاة كانت هذه النافلة، فالأفضل فيها أن تسر. ولذلك ورد بخصوصه: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواية البخاري ومسلم: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما أحببت طرحه لكم في هذه المسألة وفيما يخصها. قال: وصلى وردا من ليله. يعني لا ينبغي أن نقول الناس مبتدعون يصلون صلاة التراويح، وأنت عليك أن تصلي لكن في البيت لا تنتقد الناس على صلاتهم التراويح وأنت لا تصلي. من العيب أن تنتقد الناس وهم يريدون أن يتقربوا إلى الله وأنت لا تصلي. نعم، عبادة أو صلاة في يقين خير، نوم على يقين خير من عبادة في شك، كما قال الإمام علي، ولكن ليس من المناسب أن يعيب الإنسان على